السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين. العيد الكبير على الأبواب، ومن أهم ال- الحاجات المهمة جدا في العيد الكبير إن احنا بنشوي. طيب الحاجات اللي احنا بقى نقدمها جنب المشاوي ايه؟ السلطات وفواتح الشهية. فأنا هقدم لكم كده حلقتين ثلاثة، فيهم السلطات وفيهم فواتح الشهية. أول فيديو معانا هيبقى فيه سلطة الطحينة وسلطة الحياتي بمية السلطة المشهورة. إن شاء الله هعملها لكم بتفاصيلها كلها. أول حاجة سلطة الطحينة، أنا بحط كمية الطحينة المناسبة وبنزل عليها بالملح والكمون والشطة، ما بيتحطش فيها فلفل أسود. الشطة بتبقى حسب الرغبة، ممكن ما تحطيش خالص وبتبقي لو انت مش عايزاها حامي. حطيت حوالي ربع فنجان خل وبقلب. لازم تقلبي هنا دلوقتي، هتلاقي القوام بيتقل منك. ده طبيعي طبعا دلوقتي واللون لسه غامق، لكن لما نبتدي نضيف المية هتبقى مظبوطة ولونها هيبقى فاتح. هنعصر هنا بقى عصير ليمونة ومعلقة صغيرة توم مفروم على طرف، يعني مش يعني أقل كمان من معلقة صغيرة. وعلى حسب كمية الطحينة اللي بتعمليها ممكن تحتاجي تحطي معلقة كبيرة توم مفروم لو انت بتعملي سلطة طحينة كمية كبيرة. هننزل بقى بعصير الليمونة. الشطة زي ما قلت لكم انا حطيت شطة كتير، انا بحبها حامية. ممكن ما تحطيش شطة خالص، ممكن تحطي شطة قليلة على حسب الرغبة. الشطة على حسب الرغبة. وممكن نبدلها بالبابريكا. هنا ابتديت انزل بالمية بتاعتي. انا ما بحبش اعملها بمية سخنة، في ناس بتعملها بمية سخنة. انا بحب دي الطريقة دي وما بحبش اغيرها. وممكن هنا نحط معلقة كبيرة زبادي. طيب المعلقة الزبادي بتعمل ايه؟ معلقة الزبادي في ناس بتجزع من نكهة الطحينة الجامدة، فالزبادي بيخليها هادية كده، نكهة حلوة وخفيفة. خلاص انا محطتش زبادي المرة دي، لكن ساعات بيجي لي مزاج كده احط معلقة زبادي. وابتدي لغاية ما اوصل للقوام المناسب، واخلي بالي ان لما بنسيبها شوية، لو احنا هنعملها بدري شوية وبنسيبها، كل ما نسيبها بتتقل. كده الطحينة خلصت. نخش على سلطة الحياتي بقى المشهورة. بصلاية مقطعة جوانح، ويفضل تكون بصلاية حمراء. البصل الأحمر، بصل كمية بتاع بصلاية كبيرة يعني. نتبل بقى البصل ده. ما تتبلوش السلطة بعد ما تخلص، أول ما تنزلي البصل بتاعك تبلي البصل، وبعد كده البصل هيتبلك. كل ما تتبلي البصل بتاعك كويس، كل ما البصل هو اللي هيعمل لك السلطة ويخلي نكهتها تحفة. هننزل بملح، فلفل اسود مش كتير، كمون، كزبرة ناشفة. مش كتر الكمون والكزبرة اللي هيخلي لك السلطة حلوة، بالمعقول. بابريكا. وهنا ممكن نحط شطة، انا مش هحط شطة وهقول لكم ليه مش هحط شطة. وهننزل بربع كوباية خل. ونقلب بقى البصل بتاعنا. خلوا البصل بتاعكو هو اللي يتشرب كل الخل، وهنا نزلنا بعصير ليمون. ويتشرب الخل والليمون والبهارات ونقلب. ليه؟ علشان البصلة دي هي اللي هتظبط لك بعد كده طعم السلطة. والبصل ما يبقاش زاعق كده او يبقى حامي. لو حامي مثلا يبقى يتعبكم، لا. بيبقى البهارات والتتبيل ده بيهدي البصل من حميان البصل شوية. هنا بس حوالي طماطمايه متوسطة مبشورة ناعم خالص. وهننزل هنا بفلفل حامي. طبعا السلطة دي بتبقى حامية، فمش هنضحك على بعض، السلطة دي بتبقى حامية، لكن لو مش عاوزينها حامية شيلوا الفلفل وحطوا فلفل رومي. خلاص. وننزل بقى قلبنا الطماطم والفلفل مع البصل. بعد كده اللي هنحطه خيار. وبعدين هننزل بطماطم، مش هنقلب لا خيار ولا طماطم ولا بقدونس. طيب الخيار والطماطم والبقدونس هيتقلبوا امتى؟ هيتقلبوا وقت الاكل. خيار طماطم بقدونس هيتقلبوا وقت الاكل. طب انت ليه ما قلبتهمش دلوقتي؟ علشان انا مش عايزاهم يدبلوا. انا البصل عادي لما يدبل بالعكس هيديني نكهة احلى. لكن الخضار، الطماطم والخضرة والخيار، مش عايزاهم يدبلوا. فهقلب امتى؟ هقلب وقت الاكل. هنا نزلت بقالب تلج، مكعبات تلج، وهشيلها في التلاجة لغاية ما هنيجي ناكل. تمام كده. بعد كده خلاص وقت الاكل بقى تطلعيها وتقلبيها زي ما انت شايفة. وممكن لو حسيتي ان كمية المية بتاعتها قليلة، ممكن تضيفي عليها مية تكون ساقعة من التلاجة، مش مية سخنة، مية ساقعة من التلاجة. شايفين الصوص لونه احمر ازاي، ولونه عامل ازاي، وكميته حلوة ومعقولة ازاي.
لو حسيتوا ان الكمية قليلة تقدروا تزودوا مية ساقعة من التلاجة. اهم حاجة تكون مية ساقعة من التلاجة بس كده. مع بقى المشاوي اللي انتوا هتاكلوها، سواء اي نوع مشاوي، كفتة، فراخ، لحمة، اي نوع مشاوي، هتقدمي جنبيهم السلطات دي. وادي مية السلطة بيقولوا عليها الويسك الحلال. المهم، ان شاء الله هقدم لكم الفيديو الجاي بابا غنوج وبتنجان مخلل، دول المقبلات اللي بنقدمهم جنب المشاوي. كل سنة وانتم طيبين، والف هنا وشفا، واستنوني الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.